البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال بصحه جيده. البنات كما كتعرفوا دائما في اطار تحضيرات ديال شهر رمضان وشهر المبارك قرب باذن الله. حبيت نشارك هنا معكم فيديو الطريقه ديال التحضير ديال السلو، الطريقه المعتمده عندي اللي هي طريقه حقيقيه بدون اضافات وبدون زيادات. كيجي غزال ورائع وسواء في الذوق ديالو. المهم ندوز نشوفوا المقادير. انا المقادير اللي هي معتمده عندي واصيله، ما حبيتش نغير وما حبيتش نزيد. هنا عندي البنات الكميه انايا اعتمدت على 2 كيلو لوز، 2 كيلو طحين، 2 كيلو جنجلان. نتوما نقسم الكميه فرقوها على 2. هنا حمرت الطحين في الفران 2 كيلو. هنا عندي كيلو ديال اللوز درته في الفران، والكيلو الثاني غادي نفسخه من بعد ما سلقته في الماء سخون. غادي نحمره في الزيت اللي هو بارد في الاول. غادي نحيد منه زلافه، نخليها باش تكون مهرمش شويه باش ما يكونش مسحوق كامل. عندي 2 كيلو ديال الجنجلان، غادي نحيد منها زلافه اللي غادي نخليه كما هكاك غادي نضيفو للسلو. بالنسبه لهنا عندي القرفه، من بعد نعطيكم مقادير بالتفصيل. عندي هنا النافع البلدي، وعندي حبة حلاوة من وشوية بطبيعة الحال شوية الملحة، والمسكة واحد 4 الحبات ديال المسكة الحرة طحنتها في سنيدة أو سكر. العسل عندي كاس ديال العسل الحر وكاس ديال الزيت البلدية. وعندي الزبدة هنا استعملت 700 غرام، والسكر أنا استعملت 400، ولكن اللي بغى زيادة يستعمل 500 غرام. بالنسبة هنا أنا المقادير عندي كل شيء يعتمد على 2 كيلو. فرقوا من نص، ويعني كيلو كيلو كيلو. مهم مقادير اللي هي معتمدة وبسيطة. أنا ما حاولت نحيد الإضافات كاملة، كيبقى سلو اللي هو كنعرفوه. بغيتي سلو ديال الكاوكاو ديريه بالكاوكاو بوحدو، سلو ديال اللوز كل حاجه عندها الذوق ديالها. ندوزو نشوفوا هنا كيفاش خدمته. غادي نحاول نوجد النواشف كامله. 2 كيلو ديال الفورص. البنات اللي بغيتو تبدل ديروا كيلو فينو كيلو فورص حتى هو كيجي مزيان. بالنسبه للوز هنا غادي نيلو مزيان. البنات هنا ملي كنت كنطحنو زدت معلقه ديال الزيت البلديه، زيتها من الكاس اللي عابره وسحقته مزيان. هنا كيجي على شكل بحال كاملو، كتساعدو على انه يجي منيل اكثر بالاحسن ما يكون ناشف. يلاحظوا كيفاش كيعطيني القوام ديالو. هنا الزبده البنات غادي نحاول نخليها تغلى مزيان على تقريبا على شكل نوازيت باش نحيد الماء، لان داك الكشكوشه كلها غير حليب كتخسر لينا شويه سلو. بالنسبه للجنجلان البنات حتى هو غادي نطحنو كامل الا هذيك الزلافه اللي حيد. الجنجلان اكيد ما غاديش يتسحق مزيان وما غاديش يتنيل بزاف. لاحظوا بان الزبده عندي يعني تبدل اللون ديالها، يعني عطاتني بحال غدا شكل نوازيت تقريبا. المهم الهدف ديالي هو ان هذيك الكشكوشه ما تبقاش ديال الحليب. بالنسبه للجنجلان البنات ملي كطحنيه يعني الهدف كنقيسو بيديا انه يتجمع. الا لاحظتي هذا هو الهدف ديالي، اكيد ما غاديش يتنيل. المهم نصفيو الزبده قبل ما نخلط بها، اكيد غادي نصفيها. مهم عندي 700 غرام ديال الزبده. هنا كل شيء غير نواشف، يعني عندي الطحين يعني كاملين اللي باقا ما ضفتش كاع السوائل. هنا 3 المعالق ديال حبه حلاوه، و3 المعالق ديال النافع. 3 المعالق يكونوا عامرين، 3 نافع و3 حبه حلاوه. بالنسبه للقرفه حتى هي 3. انا هنايا بغيت تكون شويه زايده على واحد شويه، كتعجبني النسمه ديالها، يعني كانوا عامرين وضفت واحد شويه. يعني 3 حبه حلاوه، 3 نافع، و3 ديال النافع، حبه حلاوه والنافع والقرفه، ولا شويه الملحه والمسكه. هذه المسكه انايا طحناها مزيان. المهم هنايا حضرت كامل كل شيء حضرته بالنسبه للوز
جنجلان، يعني كل شيء كان هنا، النواشف كامله كانت. بالنسبه للسكر كلاصي البنات انا درت 400 غرام، نتوما بغيتو شويه زايد في الحلاوه، العبار الاصل هو 500 غرام. هنا عندي كاس ديال العسل الحر 400 غرام. صراحه الله كان ما حلوش بزاف، يعني القياس اللي هو صراحه الله مزيان 400 غرام، واللي حب يزيد ماشي مشكل. هنا غنضيف الكاس ديال زيت البلديه. طبعا نبدا نخلط سلو كامل. هي صراحه الله كاين اللي عنده بطبيعه الحال الماكينه اللي كتخرج الزيت وداك الشيء راه ما تحتاجيش تزيدي الزبده، تزيدي غير شويه، ولكن الزبده عندها الذوق ديالها في سلو. اي حاجه في سلو الا وكاينه بلاصتها، اي حاجه يعني تنقصيها كتنقص من المذاق ديالها، لان الزبده حتى هي صحيه وزوينه وكتعطي واحد الكوستو زوين للسلو. هنا غادي نبدا نخلط، نعلكو مزيان. هنا البنات انا عندي بزاف حيت عندي 2 كيلو راني فرقت سميتو السلو فرقته على 2. غنخدم بطبيعه الحال نص بنص. هذا النص الثاني يعني ما خدمتهم مفروقين. من بعد ملي غادي نخلطو عاد غادي نضيف الزلافه ديال الجنجلان اللي هو محمر بطبيعه الحال اللي هزيت من الكيلو، وزلافه ديال اللوز اللي هو هرمشته خليته، لان ضروري من القرماشه تكون في سلو، ما يمكنش يكون كامل كله مسحوق. انايا ضروري الا ما حسيتش بالقرمشه ديال التهرمشه ديال اللوز في سلو ما كتحسيش بهذيك الذوق ديال اللوز. المهم هنايا عاونتني واحد شويه العجانه، واحد شوي حاولت لان تتخرجوا معلك، ضروري دوزتو انا في العجانه ديال الخبز، وانتم استمروا غير في العليك ديالو تنسجم مع بعضياته كيجي معلك. انايا عندي سلو هنا معلك، لما كانش معلك صراحه الله هكا انا تربيت عليه. سلو عندي خصو يكون معلك، وكاين اللي كيبغي شويه ناشف ينقص من الزبده. انا استعملت هنا في 2 كيلو 700 غرام، اللي بغاه شويه ناقص ينقص. سلو كيعجبني في التعليكه ديالو وكيجي غزال لا في المظهر لا في الذوق ديالو، معروف سلو تيكون هكا. المهم نحاولوا تخدموه بيديكم بزاف. انا عاونتني العجانه، كان عندي شويه العبار بزاف وما عنديش فين نخلطه، يعني الا لاحظتوا شوفوا البنات كيفاش كتخرجوا كيجي معلك وتيطلق الدهون مع بعضياته، لا اللوز لا جنجلان لا كل شيء. هنايا عندي جمعت كل شيء، يعني هذه الخلطه كامله. صراحه الله كيجي غزال 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 غزال، كيجي رائع. سواء لان انا كنبغي سلو بالذوق ديالو اللي هو اصيلي بدون يعني كاين اللي كيدير فيه الدقيق الكامل، ملي كتبغي تسرطيه بحال كيوحل لك شويه في الحلق. المهم هكا انا ذقته عند شي وحدين، المهم جاني هكا ولينيت واخا هكاك زوين. البنات هو هذا سلو حاولت نقادو هنايا، كيجي صراحه الله غزال ورائع. تنتمنى تجربوه وتعجبكم المقادير ديالي، وتبارك الله راه حتى شي بيت ما كيخطاه سلو، وحتى شي واحد يعني كل واحد الطرق تختلف. البنات قربنا نوصلوا لنهايه ديال اليوم ديال الفيديو. ما تنساوش دعمكم للقناه ديالي، واللي عجبكم الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وتفعلوا الجرس، وتنشكركم وما تنساونيش بابوني. السلام عليكم ونتمنى نلقاكم فيديو اخر